السلام عليكم. يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. هنعمل أكلة النهاردة ناس كتير ما تعرفهاش. هنعمل بطاطس بالكبد والقوانص، أكلة خفيفة ولا فيها سمنة ولا فيها أكل تقيل. هنجيب فلفل وكبد وقوانص وبطاطس. هنبشر البطاطس زي الشيبسي بالمقوار بتاعنا اهي، خفيفة خالص. هتبقى أكلة سهلة جدا وخفيفة. عندي كبد وقوانص محوشاها في الفريزر، أو تشتري حسب ما انت عايزة، نص كيلو كيلو. وبنعملها خفيفة خالص كده عشان هتستوي تقريبا على البخار، ما فيهاش مية وما فيهاش شوربة وما فيهاش أي حاجة. بصوا بالشكل ده اهو، خفيفة. الكمية هتبقى كده بس نافشة، بس هتهدى وتبقى قليلة. هنجيب الحلة ونحطها على النار. البطاطس كميتها باينة ان هي كتيرة. بصوا مخرطاها عاملة زي كأنكم بتعملوا شيبسي. خفيفة كده. وبعدين الكمية بتقل. هنا الكبد والقوانص هنقطعها. القوانص عشان بتاخد سوا هنديها نعملها الأول. والفلفل الكبد والقوانص والفلفل وملح وفلفل اسود، بس كده. هنحط الزيت في الحلة. وعشان القوانص بتبقى ناشفة، فهنديها شوية بسيطة كده، تقلبتين قبل الكبدة. هنحط الزيت ونحط فيه القوانص. هتبقى أكلة هتعجبكم، خفيفة وحلوة ومفيش ناس كتير تعرفها. وصلوا معانا بينا على الرسول، وما تنسوش تحطوا لي لايك، دعموني بتعليق. هنقلب القوانص. هنحط الفلفل والملح، فلفل اسود وملح، حطاهم مع بعض. القوانص لازم بتاخد فلفل اسود، وهي منضفاها كويس جدا ومصفياها من ميتها، ما فيهاش اي زفارة، ونقعها بملح قبلها، قبل ما اقطعها وكده نقعها بملح كتير ومصفياها. شايفة ما فيهاش مية خالص. حطينا الكبد فوق القوانص. هنقلبهم. هنسويهم برضو نص سوا، مش هنسويهم خالص، عشان لسه هيستووا وكملوا مع البطاطس. هنحط عليهم برضو مخرط لهم فلفل اي فلفل بلدي، رومي. عايزة تحطي فيه قرن فلفل حامي، بيديها برضو طعم حلو. عايزة لو ما بتحبيش الفلفل الحامي حسب الرغبة، عادي قرن فلفل اخضر. لو عندك فلفل احمر برضو مفيش مشكلة. انا حاطة واحد احمر وحامي، بيديها ريحة حلوة وطعم حلو، والاكلة دي هتعجبكم. بصوا مفيش غير حبة الزيت الصغيرة اللي احنا حطيناها، قلبنا فيها الكبد والقوانص. معلش الكاميرا فصلت هنا. انا حطيت البطاطس عليهم وبنقلبها. هتقلبيها تقلبتين وتغطيها وتهدي عليها خالص، ولا مية ولا شوربة ولا اي حاجة. المية اللي هتنزل من البطاطس هي اللي هتستوي عليها. هنغطيها. بص الكمية بتبقى اقل عشان خاطر بتبقى منفوشة في الاول، لما بتهري بتستوي كده خلاص. بس اكلة هتعجبكم اوي ان شاء الله. داخله خلاص على السوا. هنعمل على ما كملت سوا هنعمل السلطة، بنجر وجزر وخيار وسلطة مغذية. بتبقى حلوة قوي جنب الاكلة دي، بتبقى عايزة سلطة جنبها. والسلطة مغذية برضو، معاكي اطفال او شباب او كبار، السلطة حلوة مغذية، فبنحب نعمل السلطة جنبها. طبعا دي بتتاكل بالعيش. وده عملنا السلطة وحطينا لها بنجر وجزر وخيار وحبة سلطة تعجبكم. وهنقدمها مع البطاطس. ان شاء الله الاكلة دي هتعجبكم، جربوها. وهنحط خل برضو على السلطة
بيديها مزازة حلوة. يا رب الأكلة تعجبكم، ويا رب نقدر نقدم لكم كل جديد. وما تنسوش اللايك والتعليق، وما تنسوش الصلاة على الحبيب. ويا رب تعجبكم، جربوها. اللفت ده كمان هعمل لكم حلقة عليه عاملاه في البيت. والسلام عليكم.